السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من يا ابن اللعيبة وثلاثية جديدة من أهل كولر. النهاردة أداء ولا أروع من الفرقتين، ومباراة جميلة شفنا فيها سجال من هنا ومن هنا. بس تعالى نشوف كام لقطة كده ناخد بالنا منها. ربنا يا ابني ما يقطعها لك عادة بيرسي تاو وتسجل في الإسماعيلي كل مباراة. النهاردة 5 أهداف بيرسي تاو أمام النادي الإسماعيلي، وبيمارس هوايته النهاردة في تسجيل أمام الفريق. والعين فلقت الحجر يا عم إمام عاشور، اهدوا علينا شوية يا جماعة، الراجل لسه ما كملش 4 5 ماتشات. وبيوريك في الرياكشن بتاعه بعد ان هو قاعد يعيط بعد اللقطه ان هو مش هيقدر يكمل الماتش، يوريك ان هو قد ايه عايز يثبت نفسه، قد ايه عايز يفضل على طول موجود في الملعب. لابس رقم 22، رقم تقيل قوي بالنسبه لاي لعيب يلبسه في النادي الاهلي، لانه ذكرياته معانا جميله جدا. بس امام عاشور قدها ان شاء الله، والقادم افضل ان شاء الله واهم يا امام عاشور. بس بص بقى معايا اللقطه اللي جت بعد لقطه امام عاشور على طول. الكوره كانت مرتده بسرعه على نادي الاسماعيلي، ومين اللي رجع من اول ملعب لاخر الملعب عشان يغطي مكان امام اللي معرفش يرجع ساعتها لما وقف، وهو اللي كمان نجح ان هو يطلع الكوره. فيعني انضباط تكتيكي جاي من اوروبا يا جماعه. والراجل ده انا قلت لكم حتى لو بنص رجل هيتعب اي مدافع في الدوري المصري. وجون تاني من حسين الشحات، عالمي عالمي، ما شفناش الاسيست ده من زمان ولا شفناه في الدوري المصري. يعني اسيست محطوط كما قال الكتاب، معمول بقوة صح جدا، محطوط في اتجاه صح جدا، وتحرك قطري من كمان من حسين الشحات، يعني ما بنشوفوش خالص. فبرافو النهارده الجون ده الصراحة حسسنا ان احنا ما بنتفرجش على الدوري المصري. كوكا ايه بقى؟ لا كوكا ايه ده؟ كوكا هرنانديز ولا اندرياس كوكا؟ يا ابن اللعيبه يا كوكا النهارده. صراحه كل ما بشوف ماتش لمحمود البنا هو الحكم فيه، الواحد قلبه بيطمن شويه. على الاقل حكم عادل هادي، تحركاته صح، فت، يعني ما بيعرفش، ما بيسقطش في اختبارات اللياقه البدنيه. وشفنا لقطته لما محمد هاني عمل ايديه كده والكره جت هنا، ازاي بيشرح للعيبه الاسماعيلي وبيقول لهم ها فهمتوا ولا لا. فراجل اداؤه هادي، وما يعني واستمر يا محمود بنا، من احسن الحكام في افريقيا ان شاء الله. يا ريت بقيه الحكام تتعلم منه. حسين الشحات وعلي معلول الصراحه بقوا كومبو لارج كده، يعني جميل جدا، فاهمين بعض كويس جدا، بيبصوا لبعض على المغمض. فبقوا بيشكلوا جبهه يسرى ناريه للنادي الاهلي، وهتبقى جبهه صعبه جدا اي حد يقف قدامها، ان كان في الدوري او ان كان في بطوله افريقيا ان شاء الله. فيعني وكمان بانضمام امام عاشور للجبهه دي، فهتبقى جبهه ناريه محدش هيقدر يقف قدامها. نيجي بقى للمشاكل اللي الواحد خد باله منها. لا احنا دفاع الاهلي محتاج وقفه يا جماعه قويه جدا، مش هينفع الاستهتار اللي بقى في الدفاع ده. شفنا من اول دقيقه في خطوره بتتشكل على النادي الاهلي في ظهر ياسر ابراهيم، على طول باص من عبد الرحمن مجدي اللي هنجيله كمان شويه. يعني لا يعني محتاجين تمركزات افضل من كده، محتاجين تحركات، خط النص يقفل شويه اكتر. النهارده حسيت فيه استهتار وفيه دلع كده في الدفاع. احنا عندنا جايبين 3 اجوان وعندنا فعاليه هجوميه رهيبه. النهارده من 4 فرص محققه انت بتسجل 3، فيعني لا فعاليه هجوميه هتنفعنا في الماتشات الجايه. بس عايزين نركز ازاي تسمح لاي حد يعني يهدد مرماك بكميه الفرص اللي جت دي. اكتر من 12 كوره متشاطه من جوه ال 18 النهارده، و3 فرص ضايعه محققه من النادي الاسماعيلي. فدي محتاجه وقفه من مارسيل كولر، وازاي يعرف يعني ينظم دفاعاتنا احسن من كده، لان اللي جاي هيبقى اصعب، وهتقابل فرق اصعب جدا بكواليتي لعيبه اعلى جدا من النادي الاسماعيلي. فمش هيسيبوا لك ان انت هم يعرفوا يشوطوا 12 شوطه مش هيسجلوا منها اهداف. وشفنا لقطه منعم كمان، يعني هو نايم على الارض بياخد نفسه من كتر الضغط اللي كان النهارده فيه، ان هو كان بيغطي مكانه وبيغطي ساعات كمان في ظهر ياسر ابراهيم اللي اداؤه بقى متذبذب شويه الماتشين اللي فاتوا. فيعني ركز يا ياسر شويه، محتاجينك ياسر ابراهيم بتاع كاس العالم للانديه اللي ما كانش بيعدي اي حد وبيعرف يتحرك صح. بساطتك بقت احسن، بس محتاجينك ترجع تاني لمستواك اللي فات. نيجي بقى لعبد الرحمن مجدي، يعني الصراحه بغض النظر عن اللقطه الحقيره اللي عملها مع حامل الكرات، العيل الصغير ان هو بيعتدي عليه ويشوط الكوره فيه، لقطه ما تطلعش غير من لعيب غلاوي. بس يعني كلاعب كوره، لا لعيب كوره تقيل جدا، وانا بستغرب ان هو ازاي ما بينضمش للمنتخب او بيجي له عروض احتراف. لا لعيب كوره تقيل قوي قوي، وهو واياه انور ولا مش عارف اياه ونورو، اللي هو حتى المعلقين من كل شويه يقول الاسم ده ويرجع على الاسم ده. هما الاثنين شكلوا خطوره كبيره جدا النهارده على النادي الاهلي، وكانوا اكتر 2 عليهم فاعليه هجوميه من النادي الاسماعيلي. فلا احنا محتاجين وقفه في الدفاع، ولازم نركز في الدفاع لان اللي جاي اصعب واهم بكتير. في النهايه مبروك علينا ال3 نقط. اهم حاجه ان انت ما بتخسرش نقط خالص الفتره دي. ادينا شفنا الزمالك خسر منه 4 نقط على طول
في 3 ماتشات، فلا احنا محتاجين ندوس في الدوري عشان نريح في اخر الدوري، عشان هيبقى عندنا ماتشات افريقيه اهم. فاهم حاجه ان احنا كسبنا النهارده باداء هجومي رائع، بس في الدفاع الصراحه ما كانش حلو خالص، ولا خط النص النهارده كان قوي، ما فيش غير كوكا والجون الجميل الرائع اللي عمله. فلا احنا محتاجين نركز اكتر من كده. بستغرب جدا بقى ان احنا ليه ما لعبناش ماتش سيراميكا كليوباترا في اللي هو الاسبوع الثاني في الدوري بدل ماتش انبي اللي لعبناه في نص نهائي الكاس. الصراحه يعني ليه اللخبطه دي كلها؟ ما كنا نرحل نص نهائي الكاس تاني زي ما لسه الزمالك وبيراميدز هيلعبوا كمان شهر، فليه نلعب احنا ولسه هم كمان شهر، وبعدين لسه نقعد نلعب في مؤجلات الدوري؟ ليه كل اللخبطه دي؟ بس اكيد الحاج عامر يعني ربنا يمسيه بالخير قاعد كان في البيت وبيقول لك انا قاعد مطبق بقالي 3 ايام عشان اظبط الجدول، بس هتلاقي الحته دي فلتت منه كانت قبل الفجر ولا حاجه. ولقطه عايزين ناخد بالنا منها، جماهير الاهلي ليه يا جماعه ما بقتش تيجي بالاعلام والترومبيطه والكلام ده كله؟ شكلنا الصراحه بقى مش حلو في المدرجات. ده ماتش الاهلي والاسماعيلي، احنا يعني حاسس ان هم يعني هل هم جالهم اكتفاء ذاتي من التشجيع والبطولات، ولا جالهم ايه، ولا تشبع ولا ايه؟ حاسس ان احنا المفروض نبقى بقعدات اكتر. النادي وفر لنا اتوبيسات ببلاش، يعني كنت شايف ان هي مباراه مهمه النهارده وامام خصم دايما كان بيبقى بيتسمى ديربي الاهلي والاسماعيلي. فمحتاجين نشوف ايه سبب عزوف جماهير النادي الاهلي انها تروح الماتشات، وفين ايامك يا ريعو؟ والله يعني الواحد كان بيروح الاستاد بيستمتع بالتشجيع، ودايما المدرجات متقفله، فعايزين الايام دي ترجع تاني. فلو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. سلام.